السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنت بتسمع بودكاست قصص ميز. Fort Buckets from second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 lost of DS. أهلا بيكم في الحلقة رقم 7 من الموسم الرابع من قصص ميز. حلقة النهاردة بوليسية وفيها غموض، واسم الحلقة الرجل المجهول. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في سنة 1993 ديفيد لويس كان محامي معروف وعايش في مدينة أماريلو في ولاية تكساس مع مراته واللي كان اسمها كارين، وكان عندهم طفلة عندها 9 سنين. ديفيد كان معروف عنه إنه أب وزوج مخلص، وكان بيحب يتابع مباريات كرة القدم الأمريكية. وفي يوم 28 يناير من نفس السنة كارين قررت إنها تاخد بنتها ويروحوا مدينة دالاس علشان يشتروا حاجات من هناك ويقعدوا فترة مع قرايبهم في المدينة. وديفيد قرر إنه هيقعد في البيت عشان يتابع مباراة كرة القدم اللي كانت هتتذاع في الوقت ده. وفعلا كارين وبنتها خرجوا، وكان المفروض إن هم هيرجعوا بعد 3 أيام. وبعد 3 أيام وفي يوم 31 يناير كارين وبنتها رجعوا للبيت، وكانت المباراة انتهت في الوقت ده. فكانوا متوقعين إن هم لما يدخلوا البيت هيلاقوا ديفيد قاعد على الكنبة، ولكنهم لما دخلوا لقوا إن التلفزيون كان شغال وديفيد كان مشغل التسجيل عشان يسجل الماتش، ولكن ديفيد نفسه ما كانش موجود. كارين بدأت تنادي عليه في البيت، ولكنها اكتشفت إنه مش موجود في البيت من الأساس. في البداية كارين ما قلقتش وقالت إنه أكيد راح عند حد من أصحابه علشان يشوفوا المباراة سوا، وساب جهاز التسجيل عشان يسجل الماتش ويشوفه تاني لما يرجع. ودي كانت عادة من عادات ديفيد. فقررت إنها تدخل تنام وهي عارفة إن أكيد ديفيد هيكون رجع على الصبح بالكتير. ولكن لما اليوم اللي بعده جه وديفيد لسه مرجعش، كارين بلغت الشرطة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, واللي في خلال 24 ساعة قدروا يوصلوا لعربية ديفيد، واللي كانت مركونة ومهجورة في نص المدينة. ولما الشرطة فتحوا العربية لقوا مفاتيح ديفيد تحت واحد من الكراسي، واللي كان من ضمنها مفاتيح البيت والعربية، ولقوا برضه محفظته. ولما شافوا حسابه في البنك لقوا إنه حول $5000 لحساب عيلته، وإنه اشترى تذكرتين طيران، واحدة من مدينة لوس أنجلس لمدينة دالاس، والتانية من مدينة دالاس لمدينة أماريلو. ولكن الشرطة ما قدروش يحددوا لو هو كان فعلا استخدم التذاكر دي ولا لأ. ولما بلغوا كارين بالحاجات دي كلها، كارين قالت إن ديفيد من فترة قال لها إن هو حاسس إنه في خطر، وده كان بسبب إنه كان من المفروض هيبقى شاهد في المحكمة في مدينة دالاس في آخر الشهر، وكان هيشهد في قضية بين شركة المحاماة اللي كان شغال فيها وبين واحد من العملاء الأثرياء. ديفيد قال لها إن هو هيقول الحقيقة بالرغم من إنها ممكن تأذي ناس كتير، وشركة المحاماة اللي كان شغال فيها كانوا بيضغطوا عليه عشان يكذب في المحكمة، ولكنه كان رافض، وكان عارف إن رفضه ده هيعرضه للخطر. وبالرغم من اهتمام الشرطة بالمعلومات الجديدة اللي كارين قالتها، إلا إن ما كانش عندهم دليل إن ديفيد كان في خطر حقيقي. وعلى مدار 11 شهر فضلت الشرطة تدور على ديفيد، ولكن بدون نتيجة، وديفيد فضل مختفي بدون أثر. وهنا الشرطة قرروا يقفلوا القضية، وقالوا إن غالبا ديفيد هرب بإرادته، وده اللي خلى عيلته تتقبل إن ديفيد مش هيرجع تاني. وفي سنة 2004 واحد من الضباط في ولاية واشنطن كان بيدور على الإنترنت على قضايا باردة ما اتحلتش، وفي خلال بحثه لقى صورة ديفيد، وبسرعة لاحظ إن هو شبه ضحية لحادثة سير هو كان مسؤول عنها من 11 سنة،
وكان الضحية مجهول في الحادثة دي. وبمجرد ما الضابط ربط الخيوط ببعض قرر يرجع لملف القضية بتاعة الحادثة، واكتشف إن الضحية اللي اتخبط بعربية بعد يوم من اختفاء ديفيد كان لابس هدوم عسكرية وما كانش معاه أي شنطة أو أي ورقة تدل على هويته. والحادثة حصلت في ولاية واشنطن، واللي كانت على بعد حوالي 3000 كيلومتر من مدينة أماريلو، والضابط حقق فيها بنفسه. ولكن بالرغم من المسافة الكبيرة بين مكان اختفاء ديفيد والحادثة في ولاية واشنطن، إلا إن الضابط كان مقتنع تماما إن الضحية المجهول كان هو ديفيد. ولكنه لاحظ إن في الصورة ديفيد كان لابس نظارة، وإن الضحية كان من غير نظارة. وعلشان يتأكد طلع سجل القضية، واكتشف إن هما لما لقوا الضحية كان في نظارة في جيبه، وكانت نفس نوع النظارة اللي ديفيد كان لابسها في الصورة. وبعد ما تم فتح القضية تاني، تحليل الحمض النووي أثبت إن الضحية في الحادثة كان هو فعلا ديفيد لويس. ولكن السؤال كان ليه ديفيد راح واشنطن؟ والأهم هو إزاي قطع مسافة 2500 كيلومتر في أقل من يوم ومن غير عربيته؟ وليه كان لابس هدوم عسكرية بدل لبسه الطبيعي؟ من ضمن النظريات اللي طلعت عن القضية إن في حد خطف ديفيد، وإن هما اللي عملوا فيه كده وخبطوه بالعربية في محاولة منهم لإسكاته عن القضية، وحاولوا يظهروا الموضوع على إنه حادثة. ولكن بالرغم من النظريات كلها، إلا إن لحد النهاردة محدش يعرف إيه اللي حصل للراجل المجهول. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. ولأي حد حابب يدعم البودكاست ماديا فلينك الدعم موجود في وصف الحلقة. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.